بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل البيتي فور، أطعم وألذ وأخف بيتي فور بمقادير متوفرة عندنا في البيت. يعني لو مقدار واحد هتعمليه هتفرحي بيه ولادك في البيت ما شاء الله. مقادير بسيطة خالص. عندي المقادير 4 2 1: 4 دقيق، 2 سمنة، وواحد سكر بودرة. السمنة لازم تكون جامدة، يعني مطلعاها جامدة من التلاجة، بتبقى نتيجتها أحلى وأحسن. لو حسيتيها لو ساحت شوية منك وانت بتشتغلي بيها، حطيها في التلاجة تاني نص ساعة كده أو في الفريزر. زي ما احنا شايفين، او حطينا السمنة على السكر اللي هي كوبايتين السمنة وكوباية السكر، بنضربهم كويس خالص لحد ما خليناه كريمي زي ما احنا شايفين. معانا بيضتين، بنضيف بيضة كده زي ما احنا شايفين، وبنحط نص معلقة فانيليا، وبنضرب المقدار كويس عندنا. زي ما احنا شايفين حطينا الفانيليا اهو، وهنضربها كويس خالص ونخلطهم كويس اللي لما نبدأ نضيف كمية الدقيق. يعني لما بنيجي نضيف كمية الدقيق الكوباية، مش بنضغط على الدقيق نملى الكوباية، لا، بالمعلقة كده بنعبي كوباية كوباية وبنضيفها. بنحط الأول 3 كوبايات دقيق، والرابعة بركنها على جنب عندي. ادي زي ما انا بشرب كده المقدار، مش عايز عجين كتير، هو بتشربي بس الدقيق في مقدار السوائل اللي حطيناها. وادي ضفنا الكوباية الرابعة، بنكبة برضو بنضيفها بالتدريج زي ما احنا شايفين. وتقريبا احنا مش هنحتاج تاني. ولو حسينا ان العجينة في ايدينا، يعني احنا كده خلصت هي من الطبق اهي وحلوة. لما باجي اجربها بجرب بايدي التانية اللي ما فيهاش العجين. لو مسكتها في ايدي التانية ما لزجتش في ايدي، بيبقى تمام كده، العجينة مرتاحة وزي الفل. انا بقسم كده المقدار، باخد جزء منه كده في طبق تاني واضيف عليه معلقتين كاكاو خام، وابدأ اشرب الكاكاو كويس في العجينة زي ما احنا شايفين كده. بضيف لونها فاتح شوية، بضيف ممكن معلقة صغيرة تاني. انا طبعا بضيف الكاكاو لحد ما بجيب الدرجة اللي انا عايزاها، لان الكاكاو ده تبع نوعه يعني. وادي احنا زي ما شايفنا كده اهو هنبدأ نشكل. عندنا طبعا ده المكنة بتاعت البيتي فور دي، طبعا احسن واسهل واسرع وبتنجز معانا طبعا. بالصينية بحط نص المقدار بالابيض والنص التاني بني، عشان الناس تاخد بالها. يعني في ناس بتبقى مش عارفة سواه ايه، فاحنا الابيض ده بيظهر سواه بسرعة وبنعرف ان هو خلاص كده. يعني هو ما بياخدش وقت في السوا بتاعه. الحاجات الدسمة اللي زي دي بتستوي بسرعة وما بتاخدش وقت. زي ما احنا شايفين اهو في منتهى الجمال والله، وعجينة ناجحة 100% ان شاء الله. احنا بدأنا نشكل اهو، بنغير الشكل، بنكرر الشكل مرة بالبني ومرة بالابيض، عشان انا لو حبيت ألزج القطعتين يبقى عندي الشكل متوفر لون بني ولون ابيض. زي ما احنا شايفين اهو ما شاء الله. لو العجينة مش مظبوطة ما يطلعش عندي الشكل واضح كده وباين شكل في منتهى الجمال. وانا بحطه في النار طول ما هو محتفظ بشكله وما اتغيرش، يبقى عجينتي ناجحة ومش قد استوى. ما شاء الله اهو استوى عندنا وفي منتهى الجمال. ودي الحاجات اللي انا هستخدمها. عندي مربى طبعا هفكركم بيها، مربى الفراولة اللي حضرناها سوا برضو قبل كده. بنشكل بيها اهي البيتي فور. بنحط كمية في النص وبنلزجها. عندنا جوز هند، عندنا فرماسيل بني، فرماسيل ملون، عندي فرماسيل بني، جوز هند، ما شاء الله، شوكولاتة مبشورة عنديكي برضو. اي حاجة انتي بتستخدميها في التزيين بتبقى ما شاء الله. انا بحط كمية كويسة من المربى عشان الحاجات دي يعني زي ما انتم شايفين كده تلزق فيها الحاجات اللي بجمل بيها البيتي فور. وما شاء الله يعني ناجح 100%.
وان شاء الله ما تنسوناش في الشير واللايك لقناة نانو مامتها عشان ننزل لكم باقي خبيز العيد. كل سنة وانتم طيبين.